السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما العاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم الحريره مغربيه وسهله في متناول الجميع. الحريره اللي كلشي كيبغيها في الصيف، في الشتاء، في اي وقت واي مناسبه. معتمده عندنا حنا المغاربه. يعني سهله، غير تبعوا التعليمات والطريقه، راه غادي تعجبكم غادي تتبعوا معايا الطريقه. لعن شي حاجه بسيطه غتخرجوا منها شي حاجه زوينه. عندي هنايا تقريبا 2 كيسان ديال الحمص. عندي شويه ديال العظام ديال اللحم. وعندي هنا بصله. كناخذ هذوك الحمص مع البصله مع اللحم وكندير فيهم الماء بوحدو. ما كندير زيت، ما كندير ملحه، باش الحمص ما كنزش ليا، باش يشد الطياب. صافي كنشد الماء نديرو في الطنجره ونسد على الكوكوط، لا ملح لا زيت، كيف ما قلت لكم. غتبعوا معايا الطريقه، غادي تنجح معكم وغادي تجي بنينه. صافي غنسد عليها وغندوزو القزبر والمعدنوس والكرافس والمطيشه. بطبيعه الحال ما غنديرش هذيك المطيشه كامله، غندير غير الربع ديالها. هو كنطحن فيه هنايا، غنطحنو مطيشه، نديرو فيها شويه ديال المليحه، وناخذ هنا زلافه كيف ما قلت لكم ديال الكرافس طري، وقزبر معدنوس زلافه. هنا عندي مطيشه طحنتها. هنا عندي البزار سكينجبير خرقو معرق، وعندي شويه الملون مليحه. صافي هادشي اللي كديروا ليه، ما كتزيدوا ما كتنقصوا. ومعندي بطبيعه الحال الزيت، حيت انا في الاول ما درتش الزيت. غادي ناخذ دابا الكوكوط، غيكون طاب. شوفوا كيفاش طلق الزيت ديالو، ديك الجيلاتين ديال العظام. غادي نضيف دابا مطيشه، وغنضيف قزبر ومعدنوس و المطيشه ما درتهاش كامله باش ما تجينيش حامضه بزاف. غنضيف القزبر ومعدنوس، وغنضيف الكرافس، وغنخلي كل الطبيسيل غنخلي فيه شويه. كنبغي ملي نبغي ندور في الاخر كندورو بهذاك القزبر ومعدنوس والكرافس. كتبقى فيه ديك النسمه زوينه، وكتجي فيه الريحه ديال الكرافس وديال القزبر والمعدنوس طري. الا بغيتو ديروا الحريره ديروها، ولكن طحنوا القزبر والمعدنوس والكرافس يكونوا طريين، يكونوا جداد. الا درتوهم كيكونوا في الفريغو ما كيجيوش زوينين. هنا خليت كيم تقريبا شي كاس خليته حتى الاخر، عاد غندور به. دابا غادي نزيد شويه ديال الماء، تقريبا غنزيد ربع ديال الغراف اللي خويت فيه مطيشه. غنضيف فيه الماء وغادي نخليها نسد عليها تقريبا شي ثلث ساعه بحال هكاك ولا قل. عاد طيب ليا مطيشه وداك الربيع. وزدت انايا هنا معلقه ديال السمن، انا ما بغيتش نديرها في الاول مع اللحم، زدتها حتى التالي. صافي غنسد على الكوكوط. ملي غادي طيب غندير ليها نرويها تاني بشويه ديال الماء، حيت كتكون نقصات من الروى شتيوها. دابا غادي نضيف الشعريه. هنا راه نقصات عندي من الروى، غنزيد فيها تقريبا شي شويه. هنا صافي كلشي طاب، اللحيمه طابو، داك الحمص طاب. هنا غنزيد شويه ديال الشعريه. اللي عنده الشعريه بغا هاد الشعريه ديال السفه كيديرها، ماشي مشكل. يعني اي شعريه عندكم كديروها، بغيتو ديروها حتى بلا محمصه ديروها. انا صراحه الحريره ديالي كندير فيها في الاول مع الحمص ومع هذا كندير الفول، كتجي زوينه. هنا ضفت هذيك كاس من الحاجه، ضفتها في هذاك، ونخليها حتى تغلى تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل20 دقيقه. هنا عندي هنايا الفرص اللي غنطحنو. هنا ملي بدات كتغلي 10 دقائق خدات مني، بدات كتغلي، غنضيفو الدقيق اختياري. اللي بغاها خفيفه، اللي بغاها مطلوقه، على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي الحريره. صافي غادي نضيف هنايا الدقيق تدريجيا. انا صراحه مولفه ندير خيزوه وبطاطا، وكنطحنهم مع خميره بلديه.
كتكون عندي الخميره بلديه وشويه ديال الفورص وكنطحنهم معاها. صراحه كتجي بنينه، كتجي بنينه. دابا بدلت درت غير الفورص، حيت كاين اللي ما كيبغيهاش تاني هكاك وما ما متعودش عليها يدير الفورص. البنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش يديروا صراحه انا ما كنعرفش ندير الحريره وما كتصدقش ليا الحريره، ولكن بعض المرات كتصدق زوينه، بعض المرات كتجي زوينه، كتجي بنينه. هي تي وزهرك يا تجي زوينه يا ما تجي زوينه. هاد الطريقه صراحه كتجيني زوينه، كنتبعها الخطوه خطوه بخطوه. هنا بدات تفاعل لي الحريره. بدات شوفوا البنات باش تعرفوا الحريره طابت، هاد البيوضه اللي كتكون في الحريره هنا ما تبقاش. هنا غنبقى معاها نحرك مره حتى ما تبقاش هاد الدقيق هنا كيبان بيض صافي. ها نتوما تشوفوا هذيك البيوضه ما كتبقاش. هنا تقطع ليا الفيديو. هنا غادي نوريكم الحريره كيفاش كتجي. صراحه شوفوا كتجي خاطره وكتجي زوينه وكتجات بنينه. صراحه انا شرات منها 3 ديال الزلايف، جات غزاله. وما كنقويش الحمص بزاف والشعريه بزاف باش ما نكثروش علينا الحماص والشعريه. هنا غادي نغرف في الزلافه باش نوريكم كيفاش كتجي الختوريه ديالها. غير تبعوا البنات غير الخطوه ديال الطريقه اللي درت لكم، وخصوصا القزبر والمعدنوس يكونوا طريين. خاصهم ضروري يكونوا جداد، الا كانوا في الفريغور ما تجيكمش بنينه. ومني بغيت نحطها بنتي هنا كتوريكم المعلقه، ملي بغيت نحطها درت شويه ديال السمن حتى طفيت عليها، ودرت معلقه كبيره ديال السمن وحركتها صافي وحطيتها، وجات غزاله على حقها وطريقها. حريره مغربيه اصيله. وصراحه انا بعض المرات شوفوا البنات، انا بعض المرات كندير كلشي في خطره وكنسد عليها، ما كنديرش غير الملح والزيت. الملح والزيت هي اللي ما كنديرهاش وكتجي زوينه. مره كتصدق مره ما كتصدقش، ولكن هاد الطريقه كتجي زوينه صراحه. انا دائما كندير هاد الطريقه. تعجب وليداتي. في رمضان نحاول نغير، مره ندير هادي، مره ندير الصوبه، مره ندير هذيك الشوربه، كل مره اش كندير. المهم التقديم هو هذا. الحريره ديالنا هي طابت. رافقوها مع شويه ديال التمر. انا ما صورتش لا التمر لا حتى شي حاجه. اللي عنده الشباك يحطها، اللي عنده تميرات يحطهم، اللي عنده الشريحه. انا صراحه ما صورتش تا حطينا، عاد تفكرت التمر والشريحه وجبتهم. ايوا اللي عجبو الفيديو ديروا واحد لايك واشتراك وتكتبوا لي كيف جاتكم الحريره. ومع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله.